السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بشرح كيفية التسجيل في شركة ريداكس الروسية. أول شيء الذي نقوم به هو وضع رابط الإحالة الخاص بالسبونسور، أي الشخص الذي دعاك، ثم الضغط على Enter، ثم الذهاب إلى Inscription. بعد ذلك نقوم بملء بيانات أو خانات التسجيل. قبل ملء البيانات يجب التأكد من السبونسور الخاص بك، والتأكد يكون في أول الصفحة، أي ستجد اليوزر نيم الخاص بالسبونسور الخاص بك واسمه بالكامل، أي الاسم واللقب. أول شيء نقوم به هو ملء الخانات. الخانات تكون كالتالي: كونيكسيون، وهو اليوزر نيم الخاص بك عند الدخول أو عند الدخول إلى الموقع الخاص بك. الخانة الثانية مخصصة للقب، ثم الاسم، رقم الهاتف، الإيميل. الإيميل يجب أن تتأكد من الإيميل الصحيح، لأن كل الأمور المتعلقة بشركة مثل الاتصال بالشركة أو استرجاع المود باس الخاص بك تكون عبر الإيميل. الإيميل هو مهم جدا. ثم قيام بعمل مود باس. مود باس يجب أن يكون محتواه أرقام وحروف كبيرة وحروف صغيرة. إعادة كتابة المود باس، ثم كتابة الكاباتشا أي الصورة المقابلة للخانة، ثم الضغط على Créer un compte. بعد عمل حساب ستبعث لك الشركة رسالة إلى الإيميل الخاص بك، تكون كالتالي: فيها اليوزر نيم الخاص بك والمود باس الذي سجلت به ومعلومات السبونسور أو الشخص الذي دعاك كاملة. قبل الولوج أو الدخول إلى حسابك يجب الضغط على رابط الأكتيفيشن، أي رابط التفعيل أو تفعيل حسابك، والرابط يكون في الرسالة التي بعثتها لك الشركة، ويكون كالتالي: عند القيام بالضغط على رابط Activation أو التفعيل تستطيع الآن الدخول إلى حسابك. الدخول إلى الحساب يكون كالتالي: وضع اليوزر نيم الخاص بك، وضع المود باس أو الرقم السري، ثم كتابة الكاباتشا أي الصورة المقابلة للخانة. نقوم بالدخول إلى حساب ديمو، أي حساب غير مفعل، حساب جديد. نقوم بكتابة الكاباتشا، الكاباتشا يجب أن يكون بالحروف صغيرة وليس حروف كبيرة، ثم الضغط على كونيكشن. ننتظر قليلا. الآن دخلنا إلى الحساب. سوف نقوم بشرح واجهة الحساب بالتبسيط. أولا ستجد الاسم واللقب الخاص بك من فوق. هنا تستطيع تغيير اللغة، أي لغة الواجهة، واجهة الحساب. عند الضغط على بروفايل نستطيع تغيير لون الباك جراوند للصفحة. سنقوم بمثال: ضغط على أي لون. عندما نضغط على اللون الأول سيتغير الباك جراوند للصفحة. نقوم بالضغط على اللون الرمادي مثلا. أوكي، هذه ميزة جيدة في الشركة، في الصفحة عفوا. هنا ستجد اسم سبونسور الخاص بك ومعلوماته. في المربع الأزرق سنجد المحفظة الخاصة بك، وهي ريداكس كوين، محفظة الخاصة بالبيتكوين الخاصة بك في الشركة. هنا تجد الفاوند أو المبالغ الموجودة في حسابك، وهنا فيزيت، وهو عدد الأشخاص الذين زاروا رابطك. أوكي، عند العمل اكتيفيشن للحساب
سوف يقوم الشخص بإرسال أو سوف تقوم أنت أو شخص آخر بإرسال أموال إلى حسابك. والإرسال الأموال أو وضع أموال في حسابك يكون كالتالي: يكون عبر محفظة البيتكوين. أوكي، إرسال مبالغ عبر محفظة البيتكوين. محفظة البيتكوين الخاصة بك تجدها هنا. هذا هو الكود الخاص بك بمحفظة البيتكوين. أوكي، ترسلها إلى الشخص الذي سيرسل لك الأموال، أو تقوم بإرسال الأموال إذا كان عندك محفظة بيتكوين. عندنا هنا RDX Coin، وهو حساب أو محفظة البيتكوين الخاصة بك في الشركة. تستطيع أن ترسل إلى أي شخص هذا الكود ويرسل لك الأموال إلى حسابك مباشرة. هذا فيما يخص عمل شحن إلى الحساب. الآن كيفية التفعيل. كيفية التفعيل: عندما تقوم بشحن حسابك ب0.005 بيتكوين بما يقارب 3.3 دولار، تذهب إلى ماي بلاتفورم، وهنا المصفوفات، أي مصفوفات التي تنتقل إليها إلى مستويات أعلى. نذهب إلى المصفوفة الأولى وهي نقطة البداية، نقوم بالضغط على Go. الآن نحن في المصفوفة الأولى. بعد شحن الحساب سوف تضغط على هذه المنطقة الزرقاء هنا لتفعيل حسابك. قمنا بتفعيل الحساب. سنجد رابط الإحالة الخاص بنا من فوق هنا. تضغط على الاسم. أوكي، هذا الرابط الأول هو الرابط الخاص بك لتسجيل أشخاص في مصفوفتك. أوكي، هذا هو رابط الإحالة. أي شخص يريد التسجيل عن طريقك تبعث له هذا الرابط، أي رابط الريفيرال. هذا فيما يخص رابط التفعيل. أيضا تستطيع الدخول إلى محفظتك، أي المحفظة الخاصة بك والخاصة بالبيتكوين. تضغط على المحفظة. هذا هو الرقم الدخول إلى المحفظة. تقوم بنسخه ثم الضغط على Ouvrir Portefeuille أو Open Wallet أو فتح محفظة. أوكي، سوف يقوم بإرسالك إلى صفحة الوالت الخاصة بك. تضغط على Wallet ثم تقوم بنسخ الكود الخاص بالوالت بدون كتابة الحروف، أي كتابة الأرقام فقط. أوكي، ثم المود باس الخاص بك في الشركة، نفس المود باس الدخول إلى ريدكس. ثم الضغط على Continue. أوكي، الآن دخلنا إلى حساب أو محفظة البيتكوين الخاصة بك في شركة الريدكس وهي ريدكس كوين. هذا هو الحساب كما ترون، كل معلومات الحساب، كيفية إرسال الأرباح، كم عندك من بيتكوين أو كم عندك من دولار. هنا تقوم make transaction، هنا تقوم بإرسال أموال added credit to balance، and هنا إضافة أموال إلى حسابك. هنا operation history وهو الهيستوري الخاص بك أو العمليات التي قمت بها من إرسال أو استقبال أموال. وهنا إذا أردت تفعيل حساب بجواز سفر أو بطاقة التعريف، وبالإضافة إلى إثبات المكان أو إثبات مكان السكن. أوكي، هذا فيما يخص محفظة البيتكوين في RDX Coin. وهنا قد اكتمل الشرح. أقول لكم بالتوفيق إلى كل شركاء المسجلين عن رابطي أو كل الشركاء الموجودين في شركة ريدكس. مشكورين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.